بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الخير وصباح السعادة والهنا عليكم، صباح الورد والفل والياسمين على أحلى وأجدع متابعين في الدنيا. ازيكم عاملين ايه أحلى وأجدع اخوات؟ وحشتوني جدا جدا. أنا عارفة إن أنا مقصرة معاكم الفترة اللي فاتت، مش بنزل معاكم فيديوهات ومش بعمل روتينات، بس انتوا عارفين غصب عني. طبعا جيت قلت لكم إن أنا كنت تعبانة جدا، عاملة أشعة وعاملة تحاليل، غير أخدت دور برد جامد جدًا، جدًا. عايزة أقول لكم كان منيّمني في السرير ما كنتش باقوم منه، بس الحمد لله على كل حال. بدأت أقوم كده وأقف على رجلي وأشوف مصلحة بيتي وأولادي، وأول حاجة عملتها أول ما قُمت كده من السرير قُلت بقى إيه، أشوف كده مصلحة شغلي وقناتي وإيه، وأعمل معاكم فيديو كده وأتشجّع وأخش أعمل إيه معاكم فيديو. النهارده فيديو جديد وروتين يومي بسيط حلو كده. تعالوا كده أشارك معاكم فطار يومنا النهارده وروتيني اليومي بتاع النهارده عملت فيه إيه. بس قبل أي حاجة لو لسه مش مشتركين في القناة، أتمنى إن انتم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الكل عشان يوصلكوا كل جديد، واعملوا لايك للفيديو وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا علشان القناة بتاعتنا تتعرف عن طريق الشير. النهارده هاعمل فطار زي ما انتم شايفين كده في أول الفيديو، عاملة بانيه ومكرونة اسباجيتي وعاملة بطاطس محمرة. بعت كده الصبح ابني عبد الرحمن راح عند الفراخجي جاب كيلو إلا ربع من البانيه، قُلت له: "يا عبد الرحمن قُل له بتقول لك ماما قطّع البانيه السمك بتاعه يكون وسط كده ما يكونش رفيع أوي." هنا زي ما أنتم شايفين بقى فضّيته كده من العلبة وهاخده كده تحت المَيّة علشان أغسله كده غسلة حلوة بالمَيّة، وبعد كده بقى أعمل له محلول نقع. طبعًا بنعمل له خل وليمون وحبة ملح وحبة سكر صغيرين ونسيبه كده منقوع حوالي ربع ساعة، نُص ساعة، وبعد كده بنتبّله. زي ما أنتم شايفين كده بقى أهو، أنا كده تحت الحنفية باغسله غسلة كويسة، لازم تغسليه علشان بيبقى فيه بقى إيه، دم كده وبيبقى فيه دهون وكده، فباشطفه كويس جدًا، جدًا تحت المَيّة مرة و2 و3 و4. وجبت هنا مصفى زي ما أنتم شايفين كده، وباغسله برضه تحت المصفى كده. ودلوقتي بقى إيه، هنا أهوّة نقلته في المصفى وهاملة كده البولة دي حبة مَيّة عشان أعمل فيها محلول النقع. تمام، زي ما قُلت لكم هاحط حبة سكر وحبة ملح وليمون وهاحط كده حبة خل صغيرين. حطيت كده مَيّة وهنا باشطف كده البانيه تاني زي ما أنتم شايفين كده في المصفى. بُصّوا كده باحب أغسله كذا مرّة أتأكد إن هو ما فيهوش أي دم خالص. وهنا حطيت كده حبة ملح وأجيب كده بقى إيه 3 ليمونات كده حلوين وأعصرهم، وزي ما قُلت لكم حبة سكر وحبة خل بتحطوهم في المحلول النقع وتسيبي بقى إيه البانيه بتاعِك منقوع زي ما أنتِ عايزة، نُص ساعة، ربع ساعة، على حسب ما أنتِ إيه، الوقت اللي أنتِ يعني لو مستعجلة أوي يعني كفاية أوي 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير. مش مستعجلة عليه فسيبيه حبة حلوين كده منقوعين. طبعًا أنا باحب أعمل فطاري من بدري، وخصوصًا الحاجة اللي بيبقى فيها تتبيلات يا باعملها من بالليل يا باعملها الصبح بدري. يعني أنا عايزة أقول لكم ابني جايب لي البانيه دوّة الساعة 10:00 فدخلت على المطبخ على طول، أول حاجة عملتها غسلته ونقعته وبعد كده هاتبّله واسيبه بقى متّبل. ركنته كده بقى قُلت بقى إيه وهو منقوع أغسل حبة المواعين اللي عندي دول كانوا من بالليل، كنت عاملة جيلي فعندي أطباق جيلي وكوبايات كنا شاربين فيها عصير وشاي وحبة حاجات كده بسيطة، فقُلت بقى إيه أغسلها كده معاكم وأتشجع معاكم كده وأغسل حبة المواعين دول كده على السريع. تعالوا كده نسمي بسم الله ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونسبح ربنا ونذكر الله طول ما إحنا واقفين ونصلي على الحبيب قلبكم يطيب. تمام، وطول ما أنتِ واقفة كده استغفري ربنا بنية إن ربنا يفرجها علينا ويصلح حالنا يا رب وحالكم. ويا رب كده يفرجها علينا ويجعلها أيام مباركة إن شاء الله تعالى علينا وعليكم وعلى أمة محمد يا رب، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويرحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين، ويا رب يصلح حال أمة محمد جميعًا إن شاء الله ويحقق كل أحلامكم وكل حد نِفْسه في أي حاجة، ربنا يا رب يبارك له ويحقق كل حاجة بيتمناها. طول ما أنا واقفة عايزة أقول لكم والله العظيم بُقّي دوّة ولساني على طول باذكر ربنا وباسبّح وباستغفر كتير طول ما أنا واقفة، بالاقي كل شغل البيت أنا خلّصته وأنا أصلًا مش تعبانة، وخلّصته بسرعة كمان، فربنا بيبارك والله العظيم الواحد وبيبارك له في صحته. يا رب يدّي لكل أم الصحة ويدّي كل سِت بيت الصحة ويقويها يا رب. طبعًا الجو صعب الفترة دي لا إحنا عارفين له صيف ولا عارفين له شتا، الجو يتعدل ويبقى كويس، فجأة واحدة تلاقوا الزعابيب رجعت واشتغلت والجو يبقى ساقعة، وطبعًا جو صيام وتعب. وعايزة أقول لكم إن إحنا في فترة مدارس وامتحانات شهر وبعد العيد امتحانات آخر السنة،
فبجد، بجد الله يكون في عون الأمهات، حقيقي الأمهات اللي عندها أطفال صغيرة وفي دراسة وامتحانات، بجد الله يكون في عونكم. أنا حاسة بيكم علشان أنا في نفس الموقف، يعني أنا ابني عنده امتحانات الأيام اللي جاية دي، امتحانات شهر وبعد العيد امتحانات آخر السنة. وطبعًا مع الصيام وشغل البيت والترويق والتنفيض، فربنا يا رب يعيننا كلنا. بعد ما شطّبت مواعيني مسكت الحوض بتاعي، لازم أغسل الحوض بعد كل حاجة باعملها، لازم أشطّبه كده وأخلّيه زي الفل زي ما أنتم شايفين. أغسل كده بقى إيه، غسلت الحوض بتاعي وباغسل كده بقى إيه، المعالق الشِوَك والسكاكين، عايزة أقول لكم ملخبطة معلش بقى سامحوني في اللخبطة اللي أنا متلخبطاها دي. بالله عليكم اللي مش عامل لايك لحد دلوقتي ووصل للحتة دي من الفيديو ومش عامل لايك يعمل اللايك، يعني اللايك ده بتدعم الفيديو، والمشاهدة الكاملة برضه بتدعم الفيديو. وطبعًا عندكم انتساب وعندكم سوبر شات وعندكم تشكرات، اللي حابب يدعم القناة يدعمها. أهم حاجة عندي الدعم والله المعنوي أكتر من الدعم المادي، مجرد ما أنتم بس تدوسوا لي لايك وتشاهدوا لي المشاهدة الكاملة للفيديو، أنتم كده دعمتوني وفرحتوني. هنا بقى إيه، باشطف البانيه مطرح المحلول النقع اللي أنا نقعته، خلاص كده خلّصت مواعيني وخلّصت كده الحاجة بتاعة الحوض وخلّيت الحوض بتاعي زي الفل. تمام، باشيل بقى قشر الليمون دوّة والبذر كده وباشطف كده البانيه بتاعي واحدة، واحدة زي ما أنتم شايفين كده، وهاغسل كده المصفى دي مطرح البذر اللي نازل فيها بتاع الليمون، وهاروح مصفية بقى إيه البانيه واسيبه يتصفى كده علشان مش عاوزاه يبقى فيه مَيّة. أثناء وهو بيتصفى بقى هاحضّر التتبيلة بتاعة البانيه. تعالوا أقول لكم هنعمل إيه. معايا بصلتين قشّرتهم كده تمام، وهاقطّعهم واحطّهم في الكبة، وطماطماية ومعايا ليمونة. هنحط بقى الطماطم ونحط البصل ونحط نعصر بقى الليمون ونضربهم بقى إيه في الكبة كده، ونفرمهم فرم ناعم علشان بقى إيه، نتبّل البانيه الجميل بتاعنا ده تتبيلة كده سهلة وبسيطة، وعايزة أقول لكم طعمة ما شاء الله طعمها روعة، والبانيه بجد كان طعمه جميل جدًا. زي ما أنتم شايفين كده عصرت الليمون أهو، هاقفل بقى الكبة بتاعتي وأروح أفرم الحاجات دي كده كلها في الكبة وأرجع معاكم على طول. شايفين بقى الكبة خلاص كده فرمت الحاجة بتاعتي أهي زي ما أنتم شايفين. زي ما أنتم شايفين كده فرمتها فرم ناعم، دلوقتي بقى إيه، أجيب البهارات بتاعتي وأحطها، أي نوع بهارات بقى عندِك حطيه، ملح، فلفل أسمر، جوزة الطيب، حبهان مطحون، توم بودرة، بصل بودرة، بابريكا، بهارات فراخ، كاري، البهارات اللي أنتِ حاباها حطي. أنا حطيت ملح وفلفل أسمر وحطيت كاري وحطيت بهارات فراخ وهاحط حبة من جوزة الطيب، تمام كده، زي ما أنتم شايفين، وأدي جوزة الطيب أهي في الآخر، وأدي حبة بابريكا، ومعايا بيضتين، تمام، بيضتين. انزلي بقى كل ده كده في قلب بعضه، قلبيه في قلب بعضيه، وروحي نازلة بالخلطة الجميلة دي على البانيه بتاعِك كده، وغطّيه كده بستريتش وسيبيه في التلاجة نُص ساعة، ساعة، ساعتين، من بالليل للصبح، من الصبح لحد وقت ما هتيجي تقلي براحتك، تمام. يعني لو مستعجلة عليه بتتبّليه لمدة ساعة على الأقل يعني عشان يبقى إيه، متشرّب من التتبيلة ويكون كده البانيه بتاعِك اتطعم من طعم البهارات والتتبيلة اللي أنتِ عملتيها دي. باقلّبه كده في قلب بعضيه زي ما أنتم شايفين كده معايا، تمام، زي ما قُلت لكم بقى إيه، هاغطّيه واسيبه في التلاجة لحد ما آجي أقليه معاكم إن شاء الله واجهّزه معاكم، بس كده. يالّا بينا بقى نشوف هنعمل إيه تاني. هنا باولع البوتاجاز عشان أحط بقى حلة واسلق فيها المكرونة، وهنا جِبت بطاطس وهاقشّرها معاكم زي ما هتشوفوا معايا كده. أدي البطاطس بتاعتي قشّرتها، وكمان قطّعتها صوابع كده وهاركنها على جنب علشان وقت التحمير أحمّرها. وهنا المكرونة بتاعتي كانت اتسلقت، وهنا معايا بقسماط على فيجيتار، تمام، حاطة بقسماط على فيجيتار، وهنا البانيه بتاعي طبعًا عملته في الدقيق، ودلوقتي هاجيب بقى إيه، كل قطعة بانيه كده أروح عاملاها في البقسماط، وأضغط عليها بإيديّا كده زي ما أنتم شايفين وهتشوفوا معايا في الفيديو، تضغطي عليها كويس جدًا علشان البقسماط يمسك في القطعة ويبقى عاملة cover. أنا باحب الأول أحط دقيق في في البانيه بتاعي علشان بيخلّي الcover بتاعي يمسك وما يفكش مني يعني، تمام. طبعًا بعد ما عملتها في دقيق باعملها كده في البقسماط، تقدري تحطيها في بيض تاني بعد الدقيق وتعمليها في بقسماط، تقدري تاخديها من التتبيلة كده زي ما هي وتعمليها في البقسماط مش هتقول لِك لأ، ومش هتفُك منِّك عشان إحنا إيه، عاملين البيض برضه البيض بيمسكها. فزي ما أنتم شايفين كده بقى باضغط عليها كويس جدًا، أهم حاجة في الحركة بتاعة الضغط دي هي اللي مش بتخلّي الcover معاكِ يفُك.
بس كده اخلص الكمية كلها تمام بتاعة البانيه واجهزها وارجع معاكم ساعة القلية. يلا بقى اللي مش عامل لايك يعمل لايك، ولو لسه مش مشترك في قناتي اشتركي كده في القناة ودعمينا كده وفرحينا كده، ربنا يا رب يفرحكم ويكبر بخاطركم يا رب العالمين. عايزاكم بقى تشجعوني كده على الفيديو دوت، وان شاء الله باذن الله ادعوا لي كده ان ربنا يصلح الحال وكل يوم انزل لكم فيديو. تمام. طبعا كل مره تقولي انت بتقولي كده هوت ومش بتنزلي باستمرار، بس غصب عني والله. اطلع بس من الفتره بتاعه الامتحانات بتاعه الولاد، وانتوا عارفين سنه 5 ابتدائي صعبه جدا ومناهج وحشه جدا جدا جدا، ربنا يا رب يكون في عون الولاد والامهات والله. فعايزة أقول لكم ما بين دروس وما بين المدرسة وما بين المذاكرة فمش ملاحقين والله، عارفة يعني مش عارفة أصور بجد 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 يا بنات. أنا مش عارفة أصور خالص بسبب المذاكرة والتنطيط رايح جاي من المدرسة لدرس، ومدرسين هنا طبعا كل مدرس بمادته لوحده، فبنخلص هنا نروح هنا فما فيش وقت أصلا. يعني عايزة أقول لكم إن أنا بروق البيت وبعمل الفطار بالعافية. فالحمد لله على كل حال. خلصت الكمية بتاعتي كده اهوت، وطبعا حطيت زيت كده في الطاسة. اول ما الزيت سخن رحت نازلة كده بالبانيه بتاعتي، وادي البطاطس على النار التانية كده على العين التانية بتتحمر زي ما انتوا شايفين. وده كده كان روتين يومنا النهاردة، وده كده كان فطارنا سهل وبسيط، وكلنا بنحب البانيه وكلنا بنحب المكرونة، وأطفالنا أكتر أكلة بيحبوها بانيه ومكرونة والأكل النواشف دوت. يعني أولادنا ملهمش في الطبيخ قوي قد ما بياكلوا، لو اديتهم كل يوم أكل نواشف كده مش هيقولوا عليه لأ. شايفين بقى عذرا كده كحة عايزة اقول لكم مش سايباني، انا وعدي اصلا تعبانين. يعني عايزة اقول لكم التعب لسه الحمد لله، يعني هو انا فقت بس لسه سيكة بسيطة كده. انتوا عارفين لما في حد بيتعب في البيت لازم البيت كله اللي في البيت ياخد الدور دوت، فالدور ده صعب جدا والله. يلا الحمد لله على كل حال. هنا طبعا بنقلب كده في البطاطس زي ما انتوا شايفين. هنا البطاطس بتاعتي كانت اتحمرت وهطلعها طبعا في طبق على مناديل. وكده بيكون نهاية الفيديو بتاعنا يا جماعة. زي ما انتوا شايفين بقى سفرتنا الجميلة كده. غرفت الاكل حطيته على الرخامة، ادي البطاطس وادي البانيه وادي المكرونة. يا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايكات كتيرة 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 على قد ما تقدروا، لايك وشير وسبسكرايب، وانتظروني في فيديوهات تانية كتيرة، وهتوحشوني جدا جدا وبحبكم قوي قوي في الله. واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة حبايب قلبي، باي باي.